الوالد جه أسس دار الفكر العربي سنة 46. كل المجالات، يعني ما كانش عندنا حاجة معينة بننشر فيها، كنا بننشر في كل المجالات، جميع مجالات التصنيف الكتب. أنا المهندس عاطف محمد محمود الخضري، مسؤول النشر في دار الفكر العربي. عمري 78 سنة. أنا ضابط مهندس أصلا، خرجت من الجيش سنة 75 والتحقت على طول بالعمل الخاص بتاعنا اللي هي دار الفكر العربي، وبدأت من ساعتها بقى أزاول مهنة النشر. الدار تأسست سنة 46، كان يسبقها مطبعة الاعتماد اللي هي أسسها جدي وجدي، يعني جدي لأمي وجدي لأبويا، أسسوا هما مطبعة الاعتماد سنة كام؟ 1907. وبعد فترة بقى كده، بعد ما اشتغلوا في المجال دوت، الوالد جه أسس دار الفكر العربي سنة 46 بغرض نشر الكتب الفكرية والسياسية والدينية في كل المجالات. يعني ما كانش عندنا حاجة معينة بننشر فيها، كنا بننشر في كل المجالات، جميع مجالات التصنيف الكتب، يعني الديانات والتربية وعلم النفس والعلوم البحثة والعلوم التطبيقية والتاريخ والجغرافيا والحاجات دي. أنا عليا الخضري، كنت أصلا صحفية في جريدة الأهرام. قعدت في جريدة الأهرام من 76 لغاية 91. بعد كده التحقت بالعمل برضو بدار النشر بتاعت والدي. كنت بشتغل طبعا الأول كنت ماسكة طبعا قسم التسويق، وبعدين دلوقتي أنا ماسكة زي الإدارة بتاعت الدار بصفة عامة، وبشارك طبعا في موضوع النشر، في إن إحنا بيبقى عندنا زي اجتماعات أسبوعية إن إحنا أو شهرية بنشارك بنستعرض فيها الكتب المعروضة على الدار، وبالتالي نبدأ نقرر إيه الحاجات اللي ممكن يعني تقبل والحاجات اللي هي لا تقبل. طبعا احنا بنقبل الكتب لكن مش احنا اللي بنقررها، بعد كده بتتعرض على اللجان الاستشاريه اللي احنا اسستها الدار. طبعا من ابرز الحاجات اللي عندنا اللي هي الموسوعات، اللي هي الموسوعه اللي هي بتاعه الثقافه التاريخيه، الثقافه التاريخيه والاثريه والحضاريه. دي عباره عن 100 كتاب الفها 100 مؤلف، كل واحد تناول موضوع معين، بس ايه متقسمه على عباره 4 عصور: العصر القديم اللي هو بيعتبر الفرعوني، وبعدين العصر اللي هو الإسلامي، وبعدين العصر الوسيط، وبعدين العصر الحديث والمعاصر. كنا بنشترك في جميع المعارض في المنطقة العربية. يعني أبرز المعارض اللي احنا شاركنا فيها طبعا معرض القاهرة ومعرض الشارقة ومعرض أبو ظبي ومعرض قطر ومعرض الرياض ومعرض جدة. كل المعارض التي أقيمت في المنطقة العربية كنا بنشترك فيها، واحنا يعتبر من أوائل الناس اللي اشتركوا في هذه المعارض. يعني أنا في معرض الكويت، أنا تاني واحد في معرض الكويت يشارك في معرض الكويت. وقتها بقى الحقيقة كانت الميزانيات المخصصة للمعارض والجهات الموجودة كانت منتعشة، فكانت بتنعش المعرض وتنجح المعرض. بعد كده الناس ابتدت تلجأ للمعارض ديت كناحية ربحية، يعني مش خدمية. والله احنا المعايير اللي احنا بنحطها في الدار يعني نقدر نلخصها في اهم حاجه مهمه جدا جدا، ان احنا كنا بنشكل لجان استشاريه، لان انت مش هتقدر تقيم كتاب الا من خلال واحد يناقش الكتاب في تخصصه. فكونا لجان استشاريه، لجان استشاريه في التربيه وعلم النفس، لجان استشاريه في العلوم الاساسيه، في التاريخ والاثار والثقافه التاريخيه. يعني انا اذكر على سبيل المثال مره مؤلفه عندي واحنا بنناقش الكتاب بتاعها في اللجنه الاستشاريه، فبعد المناقشه ما خلصت قالت لي: انا الكتاب ده انا اتناقشت فيه في دار الفكر العربي اكتر من اللي ناقشته في مناقشه الرساله بتاعت الدكتوراه. والله احنا عندنا مؤلفين، كان يعني احنا عندنا من زمان ايام ما كنا في الادب، كان عندنا مثلا يوسف السباعي كان بيطبع عندنا زمان، كان عندنا الدكتور سليمان الطماوي في القانون، كان عندنا الدكتور الشيخ محمد ابو زهره في الشيخ علي الخفيف في الديانات. عندنا يعني في اغلب المجالات، حتى مثلا في الكتب العلميه عندنا ناس كتير جدا، لا الدكتور احمد فؤاد باشا، الدكتور كتير جدا من الاسماء اللي هي البارزه اللي عملت عندنا كتب في المجالات المختلفه. حاجات بقى اللي هي ما زالت لغايه دلوقتي من ساعه نشرها لغايه الان عامله ضجه: كتب سليمان الطماوي اللي هي كتب القانون، وكتب الامام محمد ابو زهره. والله الرساله اللي انا بحب اقولها لينا احنا كناشرين الاول، وبعدين الكتاب، وبعدين القارئين. اولا يجب ان الكتاب اللي ينشر يكون كتاب مفيد، ما يكونش كتاب مكرر، وبعدين في نفس الوقت يكون الكتاب بيهم قاعده عريضه من الناس، ويكتب باللغه العربيه السهله، لان احنا عايزين نحيي اللغه العربيه. يعني انت لما تمشي في الشارع دلوقتي
تلاقي كل المحلات كاتبه اساميها باللغه الانجليزيه، ودي الحقيقه يعني حاجه ما تسرش. احنا عايزين اللغه العربيه بتاعتنا نحييها، لانها يعني اولا هي لغه القران الكريم ولغه اهل الجنه. فازاي انا يعني انا مش حاسس يعني ايه اهل الجنه، مش حاسس يعني ايه لغه القران الكريم. فاللغه العربيه دي يجب ان نهتم بيها جدا جدا، وده اللي احنا بنحاول نعمله في كل ما ننشره، ان يكون الكتاب بلغه عربيه سليمه وسهله، في نفس الوقت الماده العلميه تكون مفيده وبسيطه وتقدر توصل لكل الناس.